انت عمرك سمعت عن سبب حرب داحس والغبراء؟ داحس ده كان فرس زي ما بيقولوا عليه كده لا يشق له غبار، يعني مفيش فرس يعرف يكسبه في سباق، والغبراء برضه كانت فرسه لا يشق لها غبار. وفي يوم من الايام قيس بن زهير اتراهن مع ابن عمه حذيفه بن بدر الزبياني بالفرسين دول، ولحد دلوقتي في خلاف على سبب الرهان، اللي يقول لك ان هم كانوا بيتراهنوا على مين اللي بيفهم في الخيل اكتر، فقيس كان شايف ان داحس هو اللي هيكسب وحذيفه كان شايف ان الغبراء هي اللي هتكسب، وفي اللي بيقول لك ان هم اساسا اتراهنوا على 100 ناقه. المهم ان هم اتسابقوا، والسباق ده ما كانش مسافه كيلو ولا 2، ده كان بيقعد بالايام في وسط الصحراء. حذيفه بقى جاب ناس زمايله وقال لهم انت هتقعدوا قبل السباق ما يخلص بمسافه، لو لقيتوا ان الغبراء هي اللي سابقه سيبوا كل حاجه زي ما هي، لكن لو لقيتوا داحس هو اللي سابق وقعوه هو والفارس بتاعه لحد ما الغبراء ما تسبق. وفعلا هو ده اللي حصل، داحس هو اللي كان سابق فوقعوه والغبراء هي اللي كسبت السباق. وبعد ما السباق ما خلص الفارس اللي كان راكب داحس رجع وقال لهم اللي حصل، وبعد ما ضغطوا على زمايل حذيفه اعترفوا ان هم اللي عملوا كده. حذيفه اتباجح بقى قال لهم انا كسبت السبق وعايز الرهان بتاعي، وقيس يقول له مفيش منه الكلام ده، انا اللي سبقت وعايز ال 100 ناقه. حذيفه مش يلم الدنيا بقى، لا ده بعت ابنه لقيس يقول له يا عمو والله بابا عايز ال 100 ناقه بتوع الرهان. راح قيس اتعصب وقتله، راح حذيفه قتل مالك بن زهير اخو قيس، ومن هنا بدات الحرب ما بين قبيله بني عبس وقبيله بني زبيان.